صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. صحينا من النوم بقى كده وتوكلنا على الله، غسلنا اسناننا، وعايزه اشارككم الروتين بتاعي خلال فتره الحمل. طبعا احنا على اخرنا انا عارفه وبنبقى مش طايقين حاجه، بس يعني هو بنحاول. ده الغسول اللي انا بستخدمه بتاع ستارفل، حلو خفيف على بشرتي وما بيعمليش اي مشاكل. ابتديت استخدمه من وانا في الشهر الخامس. وديرماتيك التونيك دوت حلو جدا من ديرماتيك، ومفيهوش مشاكل برضو. انا بعمل واحد اصلا في البيت طبيعي، هبقى اعمله معاكم ان شاء الله. بس لما خلص استخدمت ده. ودوت كريم حلو من جميلة كوزماتكس، حلو برضو لطيف كده وبيغنيني عن حاجات كتير، مش بحط اي حاجة تاني معاه غير سان سكرين لو انا نازلة يعني. وعايزه اقول لكم ان البودي سبلاش ده بقى هو المحبب لقلبي. انا جربت كل البودي سبلاشز، هبقى اعمل لكم عليهم فيديو يعني. بس دوت هادي كده ومناخيري متقبله. وزبده كاكاو، والحمد لله ان احنا بنحط حاجه اصلا يعني. وكفى الله المؤمنين القتال. هي كان عندنا حبة مواعين بقى، الحمد لله. ربنا قدرنا وغسلناهم. اهم حاجة دي بعملها قبل الفطار، وبعدين بحضر فطرنا الحمد لله، وشربنا الايس كوفي. كان عندي اكل من امبارح كنت قايله لكم. عندي فاصوليا، طبق فاصوليا وطبق باميه. وعملت جنبه حبة رز، وكمان عملت جنبه صينية بطاطس صغيرة خالص، يعني أصغر صينية عندي أنا جبتها وعملت فيها البطاطس. وكنت جايبه معاكم صدر فرخه كده، قلت لكم كنت جايباه ب160 الكيلو ساعتها البانيه. كان في صدر كامل على بعضه، خدته نصه وقطعته زي البانيه كده بس اتخن شويه. وحطيته في الطاسه في زيت او سمنه زي ما تحبي او زبده يعني. ورشيت ملح وفلفل اسمر وقلبته على الناحيتين. جبت بقى البصل اللي احنا شطورين وحلوين وجمال ومخزنينه، موفر علينا وقفه كتير في المطبخ. خدت مكعب على قد الاكل، انا بعمل طاسه صغيره زي ما قلت لكم، فمش هحتاج اكتر من كده بصل. وبحب احط مع البصل اول ما البصل يبدا يتحمر سيكه كده، احط معاه البطاطس تتحمر معاه شويه، وبحمرهم مع بعض. وببدا احط لهم ملح وفلفل اسمر. خلاص انا كده ملحت بقى، يعني الملح ده بتاعي بيبقى خلاص، هو ده التمليح، انا مش هملح تاني. ما بحبش في كل حاجه احط مرقه، يعني في حاجات بستدعي لها مرقه. يعني حتى لما عملت معاكم الويكا ما حطيتلهاش مرقه، يعني المرقه ما بحبش استخدمها كتير قوي لان هي مش الطف حاجه ان احنا نستخدم المرقه في كل اكلاتنا. زي ما قلت لكم حطيت ملح وفلفل اسمر. وجبت كيس طماطم اللي احنا مخزنينه، برضو جبت كيس صغير، يعني انا عامله اكياس كبيره شويه واكياس صغيره. اكياس صغيره انا عارفاها للاكلات الصغيره، هعمل حبه مكرونه، هعمل بتاع. فحطيت الكيس الصغير ده وحطيت معاه معلقه صغيره صلصه. وهتشوفوا في الاخر ما شاء الله طلعت حمرا ازاي. بفك بقى الكلام ده كله بشويه ميه وبقفل عليهم. اول بقى ما تبدا الصلصه تسيح كده ويبقبقوا شويه مع بعض، فببدا احط الفراخ اللي انا كنت شايلاها. انا رشلها ملح وفلفل اسمر بس، مش حاطه اي توابل تاني في الاكله دي، اكله بسيطه جدا. وعايزه اقول لكم والله ما شاء الله البنات عندي بيعشقوها يعني ما شاء الله. بحط بقى الفراخ بالميه بتاعتها اللي نزلت منها، بتبقى حلوه قوي قوي برضو، وبتدي طعم للبطاطس. تمام. هسيبهم بقى على النار لحد ما الفراخ تستوي، لان الفراخ يا دوب انا حبست السوائل بتاعتها، انا ما سويتهاش في الطاسه. تمام. فهي محتاجه تستوي، فبسيبهم بقى بغطي عليهم شويه، ما بعليش قوي. وبغطيهم واسيبهم، وبعد لما بتخلص بقوم جايه واخداها وحطاها في الشوايه. دي بعد شكلها بعد ما طلعت. جربنا مشروب الترند بتاع فرايدي. بصوا لونه بين كده حلو، هو بالليمون والفراولة يعني. بس هو طعمه حلو يعني مش وحش. بنات عندي حبوه، بالذات بنتي الكبيرة حبته قوي يعني. جربناه. وجربنا بقى النوع التاني. انا ما بحبش الصودا اساسا في البيت، يعني الصودا دي فين وفين لما انا بدخل الحاجات دي البيت، ما بحبهاش في البيت خالص. بس يعني ايه اللي هو ايه، عشان الاولاد ما يوصلوش لمرحله ان هو محروم من ده. والنوع التاني ده بقى ما جاش معانا بصراحه. يعني انتوا جربوه وقولوا لي رايكم، لو حد جربه يقول لي يعني، بس هو ما جاش معانا قوي يعني. تمام. والحمد لله اتغدينا، وكمان شربنا العصير ده اللي احنا ما شربناهوش.
وكمان جيت بالليل بقى كده بعد ما خلصت مواعين الغدا والدنيا تمام، عملت لهم كيكه التمر بسيطه جدا جدا. جبنا 4 بيضات وحطينا عليها كوبايه سكر. كنت انا نقع تمر الصبح في كوبايه لبن، خلطته برضو في الخلاط، واخدت التمر باللبن حطيته على البيض والسكر وضربتهم برضو مرة كمان، وحطيت عليهم كوباية الا ربع زيت، بس من نص كوباية لكوباية، الصح بتاعها كوباية. وحطيت دقيق وكيك شيف، الطريقة بالتفاصيل هتلاقوني منزله لها فيديو بتفصيل اكتر من كده بكتير جدا، بس عشان ما طولش وقت الفيديو ده. المهم حطيت الخليط اللي انا عملته ده على الدقيق والكيك شيف والملح، وكنت انا مبدره او محضره صينيه يعني، حطلها الدقيق ودهناها بالزيت وحطها على جنب. وكمان قبل ما نبدا في اي كيكه خالص لازم اكون مولعه الفرن على درجه الحراره اللي انا محتاجاها. لو فرنك عالي قوي يبقى 160، لو فرنك عادي يعني يبقى 180، مش اكتر من 180. ويبقى شغل المروحه بتاعه الفرن. وده شكلها بعد ما طلعت بتبقى تحفه جدا، عجبت الاولاد جدا ما شاء الله. وده كان عشاهم اصلا. الكيكه دي كيكه مفيده ومغذيه وفيها تمر، والف هنا على اللي هيجربها. شوفوها بالتفصيل زي ما قلت لكم، عامله لها فيديو مخصوص. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب ودعوه حلوه كده ان ربنا يقومني بالسلامه. مع السلامه.